حلقت الفيديو ده هيكون فيه كذا announcement يعني اي حد عامة لازم ان هو يشوف. اولا الميديا برودكشن بتاعتنا هتكون اعلى من كده. مين احنا؟ الشانل يعني هتكون اعلى من كده. كل حاجة هتلاقوا فعلا في تطور وفرق كبير جدا. قريب هتلاقوا في سيريسز اول مرة تتعمل في مصر وفي العالم كله. هتلاقوا حاجة يونيك بتميزنا، حاجة بتخلي الناس تتشد بجد، حاجة بتخليكوا عايزين تشجعوا بلدكم واقتصادها. وهنستضيف ناس كتير قوي، وهيبقى في سيريسز عمرها ما اتعملت، والناس هتبتدي حتى انها تقلدنا. الحاجة التانية، البلاتفورم اتعملت فيها حاجات كتير، حاجات كتير قوي. آم، فتقريبا يعني اللي فاضل فيها حاجات انا كاتبها هنا على الحيطة، شبه اغير يعني يا دوبك اغير كم اللي هو الصورة بتاعت اللوجو اغيرها، هي بسيطة فاهم. كم حاجة تانية موجودة فاهم. حوار البيمنت بقى، حوار الاوثنتيكيشن، محتاجين ناخد الفاير بيز فري تاير. في حاجات يعني لازم ان احنا نعملها علاجها، ان احنا نعمل على بايونير او رودت، معرفش هعمل إيه. دي حاجات اساسيه من اللي هي اللي موجوده كمشاكل. بس ان شاء الله هنبقى نشوف لها حل، يعني مش وقت. انا كويس ان انا عملت كذا حاجه، ان انا كان عندي انجن المفروض، يعني كان عندي في مذاكره البيزنس حاجه المفروض ان انا اعملها. ف قمت رايح، بدل ما قمت رايح ان انا اعملها، قلت احنا عندنا في البلاتفورم حاجه شبه، طب ليه ما تيجي نعملها احنا اصلا، حاجه زياده كمان، اللي هي الداتا انجن جديد. فعملته وخلاص اشتغل. حطيت حوار الشاتس البيرسونس وبتاع، بجد فظيع. لا يعني بيردوا شبههم بالظبط، يعني كان حتى متمرنين على فيديوهاتهم اصلا. وعلى كل المعلومات عندهم يعني. ايه تاني؟ آه، بقى في حد بيساعدك تعمل حاجات كتير أوي، مش شات وخلاص. الأرقام أنا طبعا عشان أعلي البرودكشن، ففي مشاكل كانت في الأرقام بتواجهنا. يعني مثلا الفيوز فيها مشاكل، كل حاجة فيها مشاكل. فأنا اللي هو إيه، أنا هعدل على كذا 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 بتاع. عامة دي آخر حلقة في سلسلة أنسكريبتد. شكرا عليك إن أنت وصلت لحد 20 حلقة شفتها، أو ما وصلتش ولغاية هنا لغاية. ده رقم كبير، مش مصدق إن حد ممكن هو يشوفني ده كله أصلا. المهم، لازم بقى نعلي من البرودكشن قوي، يعني تتغير كل حاجة بتاع. هيفضل فيه شبه ان انا بكلمكم عن اللي بيحصل او اللي حصل وكده، بس بشكل مختلف يعني فاهم اللي هو ايه. الالوان هتتغير، فكده مش هتبقى انا سكريبتد وانا ممكن تكون مش متحضرة، بس هتبقى اديتد فاهم. يعني مثلا اعدل كذا حاجة بتاع، هبقى برضو بقول لكم ايه اللي حصل ايه اللي ما حصل، يعني كل حاجة كده. بالنسبة للأرقام، فالأرقام بتاعت مثلا إيه، التيك توك مثلا كان فيها مشاكل، اليوتيوب، كل حاجة. فطبعا بنعالج بقى الحاجات دي كلها دلوقتي. وفي بقى حاجات أصلا اوريدي مخزنينها، فاللي هو هنبقى عمالين بننزلها. فمثلا إيه، وقت الفيديو ده مصوره قبل نزوله ب3 أيام مثلا فاهم. ال ال أو يومين. التيك توك مثلا عندك فيه معانا الحاجة بتاع 20 فيديو. الشورتس معانا حاجة 10 فيديوهات، يعني عشان ده محتوى وده محتوى فاهم. المنصة معانا حاجة 10 أيام. الانستا معانا حاجة 10 أيام برضو فاهم. وفي نفس الفترة دي هنكون عمالين بنedit الحاجات دي، بنعملها سكادجولينج على المنصات نفسها. وبقى ايه، عمالين بنحضر لحاجة الحاجة نفسها بقى، الحاجة اللي جاية فاهم. يعني مثلا من دروس من بتاع، من إن أنا أتعلم حاجات معينة ناقصاني، حاجات في الفيديو إيديتنج، وحاجات في الموشن جرافيك، حاجات في الكالر جريدنج بتاع. أنا أوريدي عندي تمبلت عملته في الكالر جريدنج فظيع فظيع بجد. أنا استخدمته بستخدمه في فيديوهات شورتس هتنزل هنا. اللي هو ليه سينماتيك كده، أنا اللي عامله. كانت أول مرة أجرب كالر جريدنج بجد. عندنا يعني فاهم الدنيا هتبقى مختلفة شوية. أم، بالنسبة اسمه ايه ده، اللهم صل على النبي. بالنسبة دي كانت التغيرات اللي يعني حابة من التغيرات اللي هتحصل بالنسبة للأرقام وكده. ففي مشاكل طبعا كانت أكيد لازم بقى نحلل كل حاجة. الأرقام بتقول ايه اللي حصل،
اللي موجود، اللي المفروض نعمله، الأفكار الجديدة، البرودكشن، في مشاكل طبعا، في حاجات كتير كمشاكل كل حاجة موجودة. المهم إن شاء الله كل ده هيبقى بيتحل واحدة بواحدة، واحدة بواحدة يعني، عادي. في كلاينت دخل يكلمني، جالي كلاينت من على تيك توك، تصدق أو لأ يعني. فهو واحد اسمه محمد، مش مهتم اسمه إيه. عشان هقول لك ليه مش مهتم. فالمهم هو بقى كلمني وبتاع، قال لي لو سمحت انت كميديا، انا مش ميديا باير اول حاجه، بس هو قال لي لو سمحت انت كميديا باير، ايه اللي مش عارفين كذا كذا كذا. انا عندي محل بص بقى عشان اقول لك، انا عندي محل دروب، قال لي انا عندي محل دروب شيبينج، وعندي مش عارف مين ومين، وعندها منتجات، وعندها منتج بس اتنين منهم اكتر حاجه بتتباع، ومش عارف مين، وجبنه مش عارف مين. طب ماشي، اخش مع حبه بحبه، كلمته عمال بقول له طب ماشي اديني تفاصيل ونعمل فري كونسلتنج ونظبط الدنيا، فاهم. وقال لي مش كده يعني، كلام ياما فاهم، وحاجات كده وبتاع. فرديت، كلمنا مش عارفين بتاع رد مبتدئ ما يعرفش اي حاجه، وحاطط سوق سعودي، وجايب المنتجات من على تاجر مش عامل دراسه لاي حاجه، ما يفهمش اي حاجه، ما عندوش اي حاجه، ومنتج هو مسد للظهر، اللي هو اصلا اوريدي فيه 5000 متجر سعودي بيبيعوا. فانا اللي هو قلت له طيب ماشي، وعمال انا على فكره انا هعرف برضه خليه يبقى يونيك بطريقه كده، فاهم. فماشي وبتاع وكل حاجة، حاطط 5000 للماركتينج، و يعني فاهم، كنا حتى هنريلي حبة على الحاجات اللي موجودة وبتاع. فماشي يا ابني، انت ايه اللي عملته، ايه اللي حصل، ايه اللي مش عارف مين بتاع. أو طب يقول لك انا ما اعرفش اي حاجه، انا ما عنديش اي حاجه، احنا لسه ما بدأناش حرفيا. بص كده، اختصارا للكلام ده كله، احنا لسه ما بدأناش حرفيا، ما عملناش اي حاجه. طب يا ابني بتكلمني ليه؟ طيب قمت رايح انا بعت له ايه، طيب قول لي، طب انت قول لي، طيب انت ايه اللي عندك يعني، قول لي ايه، قول لي ايه المنتجات. انت كنت، انا ما قلتلوش انت كنت قايل لي كذا، قلت لي ان انت بعت وبتاع، عشان هو كده يعني هو كان كداب. انا ما بحبش اشتغل مع الناس الكدابه اللي بتالف وما اعرفش بألف ليه يعني. هو لو ما قاليش انا ما بداتش، ماشي، هنبتدي مع بعض نصور كل حاجه، نظبط كل حاجه، هخليك بجد تتحول، انا مش فاهم دماغه، فاهم. فهو قال لك ايه، ماشي وهنشوف وهنعمل وبتاع. واستني ابني بعت لي اللي فاهم، انا بكلمه بقى بطريقه بروفيشنال وبتاع، و بعت له مسودة بالغلط الرسائل، قلت له معلش دي كانت مسودة وبتاع. تيك توك ما بيمسحش الرسائل، ميزة وحشة يعني. المهم هو بقى كان قلت له طب ماشي بعت لي عارف الفكرة ان هو دي كان للمبتدئ صاحب اللي مش عارف، اللي عنده اللي عايز الدبلوماسية كذا حاجة، فاهم. المهم يعني بعت له وبتاع، قلت له طب ماشي مستنيك ان انت تبعت لي، طيب بس يعني عايز صور المنتج، ايه اللي موجود، يعني كل حاجة المتجر فيه اصلا يعني كذا حاجة، فاهم، اللي هو عشان نعرف نحدد مع بعض كل حاجة ونظبط الدنيا، فاهم. فما ردش، عشان كده مش مهتم. وعامة يعني أصلا أنا حتى لو كان رد والله ما كنت هشتغل معاه، يعني ما عاملها أنا لنفسي، فاهم. يعني أصل لا، أنت معاق يا ابني، أنت معاق. بتكذب ليه بتكذب ليه عليا أنا يعني، على فكرة إن أنا شغلانتي إن أنا أزودك فلوس من هنا لهنا، بتكذب عليا ليه؟ أنا مش فاهم. ف يعني ف المهم هو ربنا يسهل له. الفيديو اللي انا نزلته عن المنصة تقريبا تاني فيديو على يوتيوب، عشان انا مشيت بقى مشيتش يعني، مشيت بحبة حاجات مش كتير، فاهم. من الحاجات اللي كان المفروض نعالج بيها مشيت بحبة منهم. فالفيديو جاب له فيديو كده بقى له يوم، وجاب له 37 او 35 لايك، جاب له كومنتات، جاب له ناس بتسأل على المنصة، جاب له حاجة تقريبا 32 أو 35 حد عمل سيف للبتاع. فأرقام حلوة، ناس دخلت تبعت لي تسأل على المنصة وبتاع. فيعني إن شاء الله ربنا يسهل، في حاجات كتير هتبقى جامدة. وما رحتش الجيم الأسبوع ده خالص، عشان جسمي كان وجعني خالص، ونومي خربان يعني. أنا دلوقتي بصور لك الساعة 3 الفجر، مش بهزر. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 3 ودقيقة، فاهم. ف يعني اللي هو مفيش خالص الأسبوع ده جسمي وجعني خالص، ونومي اتلخبط، وبنام يعني أنا صحيت الساعة 12، صحيت الساعة كام؟ صحيت الساعة 12 النهاردة أو 11 ونص.
ونمت الساعة 5 العصر. ف نومي خربان أوي، محتاج إن أنا أظبطه، مش عارف. دايما بقى بقول هعمل وهعمل هطبق اللي مش عارفين، صحيت لقيت جسمي مكسر أكتر من ما هو، مش عارف أنام وبتاع. فيعني ربنا يسهل. وبس دي تقريبا كانت كل حاجة. وهبتدي بقى إن أنا أروح الجيم الأسبوع ده وأتمرن وأظبط دنيتي وحالي. أحاول أظبط نومي وأكلي، وأرجع للفطار أبو 3000 سعر حرارية في اليوم، أصور وأتعلم وأخلص الحاجات. عامة يعني ربنا يسهل. وشكرا.